يا مساء الرعب على كل الحيتان. النهارده مش جايين نحكي لكم على قصة عادية، أنا جايب لكم من الخلاصة في المسلسل اللي قلب مصر من فترة، مسلسل الغرفة 207. المسلسل ده مش بس رعب، لا ده لغز هيخلي دماغك تلف وتدور. لو قلبك ميت كمل معانا، لو بتخاف روح نام أحسن لك. الحكاية بتبدأ عند بطلنا جمال، وهو شاب قرر يسيب بلده دمنهور ويروح يشتغل موظف استقبال في فندق قديم في مرسى مطروح اسمه فندق لونا. جمال فاكر انه رايح يغير جو ويشم هوا، بس اول ما وصل واستلم شغله وغرفته ما كانش حاسس براحة ابدا، كأن في شيء غامض ومش مريح في الفندق. وتاني يوم وهو واقف في الاستقبال جات له زبونة اسمها شيرين حسني، وقالت انها دكتورة وكانت حاجزة الغرفة 207. وجمال فهم انها مش اول مرة تنزل في الفندق، وانها عارفة الأوضة كويس جدا. وتاني يوم كلمته الدكتورة شيرين وطلبت منه انه يطلع لها الأوضة. ولما جمال طلع ودخل الأوضة حس ببرودة غريبة وريحة قديمة وإحساس إن في حد مراقبك. وقابل الدكتورة شيرين وعرف إنها دكتورة أمراض عصبية ونفسية، ومن هنا بتبتدي الأحداث الغريبة. الدكتورة بدأت تحكي لجمال حاجات عن ماضيه هو شخصيا، حاجات مفيش مخلوق يعرفها غيره، زي إنه كان متجوز وطلق مراته، وإنه كان بيخون مراته مرات كتيرة. وخرج جمال من الأوضة وكان مستغرب جدا هي عرفت المعلومات دي منين. ولما الفضول قتله قرر انه يطلع الغرفة 207 تاني علشان يعرف مين الدكتورة ديت اللي عارفة عنه حاجات محدش يعرفها غيره. وتاني جمال بيرتبك لما قالت له تاني انه خان طليقته كتير، وان مراته عرفت وطلبت الطلاق. وجمال كان في حالة غريبة جدا. وبعدها بالليل لما جه جمال دخل اوضته اتفاجئ بوجود الدكتورة شيرين في اوضته، وصممت انها تكمل كلامها معاه، وبتحكي له عن مراته بعد الطلاق وانه سافر على مطروح علشان ينسى ماضيه. وفاجئته انها بتقول له اسم طليقته سوسن، وان سوسن قررت تبعد عن الدنيا كلها، يعني انتحرت. وهو زعلها وطردها من الاوضه، بس اتفاجئ انها اختفت كانها فص ملح وداب. وجمال بقى مرعوب من اللي شايفه، ودخل عليه عامل الاسانسير مصطفى لما سمعه بيتكلم مع حد بصوت عالي. بس جمال كان لوحده في الاوضه. وبعدها جمال كلم واحد صاحبه في التليفون علشان يخليه يطمن على سوسن، وكمان علشان يعرف كلام الدكتورة شيرين صح ولا غلط. بعدها مصطفى كان واقف قدام الغرفة 207، وفجأة باب الأوضة اتفتح وكان في أصوات أشباح كأن الأوضة بتندهله. ودخل مصطفى الأوضة وياريته ما دخل، وكان سامع صوت مية سايبة. ودخل الأوضة وهو مرعوب وكان هيعيط من كتر الرعب. ودخل الحمام وقفل المية، ولما جه يخرج باب الأوضة قفل لوحده عليه، واتحبس مصطفى جوه الأوضة. بعدها جمال وعم مينا مدير الفندق سمعوا صوت مصطفى بيصرخ، فجريوا عليه ولقوه قاعد في الطرقة قدام الأوضة، وحالته كانت صعبة جدا، كأنه شاف حاجات ما كانش المفروض يشوفها. وخدوه ودخلوه أوضته، وقال إنه شاف كابوس فظيع في أوضة 207. وعم مينا قال محدش يدخل أوضة 207 دي تاني، ولا حد يجيب سيرة الأوضة دي، واللي هيتكلم هيتفصل من شغله. شكل عم مينا عارف أسرار كتير ومش عايز يقول. هنا جمال بيدرك ان الاوضه 207 مختلفه عن باقي الاوض، وان فيها حاجه غريبه وغامضه مش مفهومه. تفتكروا هنا جمال يقرر يسيب الفندق ويمشي ولا لا؟ بالفعل جمال قرر يكمل شغله علشان يكتشف سر الاوضه 207. بعدها قرر جمال يطلع للدكتوره شيرين الاوضه 207 تاني، ودخل الاوضه بس لقى نفسه في عالم تاني. الاوضه متغيره والاساس كله متغير باساس شقته، كانه كان جوه شقته بالظبط. وسمع صوت بينده عليه، ويفتح أوضة تانية بيتفاجئ بسبب طليقته، فكانت لابسة فستان فرح، وهو ما كانش عارف هو فين ولا جه هنا ازاي، ولا ازاي الأوضة اتبدلت كده. ده حتى بدلة الشغل اللي كان لابسها مش موجودة. لقى نفسه لابس بدلة فرح، وكان في حالة ذهول، وبدأ يشوف كل ذكرياته مع طريقته كأنه عايشها من جديد. وفجأة بيلقى نفسه في مطعم هو وسوسن، واللي بتقدم له المنيو الدكتورة شيرين بنفسها اللي سحبته وقام وراها. ويشوف نفسه بيتخانق مع مراته بتقول له طلقني. ودخل الحمام لقى سوسن في البانيو منتحرة. وفجأة بتظهر شيرين وبتكلمه تاني عن ماضيه وانه ما كانش بيحب سوسن. وفجأة مسكته من راسه وغرقته في مية البانيو. ومرة واحدة فاق جمال من الكابوس اللي شافه، وفجأة بيشوف شيرين مقتولة جنبيه على الأرض. وسوسن تاني بتظهر وخرج بره الأوضة وهو مرعوب مش عارف ايه اللي حصل ازاي. وفجأة بيلاقي عم مينا واقف قدامه وبيقول له جمال انه ما عملش حاجة،
ودخل الأوضة، والغريب إنهم ملقوش حد في الأوضة خالص، لا شيرين ولا سوسن ولا في أي أثر دم. وجمال كان هيتجنن من اللي شايفه وعايشه في الكوابيس. والمفاجأة إن عم مينا بيقول إن الدكتورة شيرين ما كانتش موجودة أصلا، وإن كل اللي أنت شايفه يا جمال مفيش حاجة منه حصلت، وكل ده كوابيس. وخلي بالك الأوضة دي ملعونة، وإن اللي الأوضة بتختاره ما بيخرجش منها تاني. وبعدها بيعرف جمال من مصطفى إن اللي كان شغال قبله انتحر، وبعدها بيجيله تليفون وتطلع على اللي بتكلمه سوسن طريقته. بعدها بشوية تظهر واحدة ست تانية وكانت لابسة نفس فستان الدكتورة شيرين، واللي تستغرب له وتخاف منه إن اسمها هي كمان شيرين حسني، وبتشتغل دكتورة نفسية، وطلبت إنها تقعد في أوضة 207. فاتخض جمال من الطلب ده، وحتى مصطفى ما كانش عايز يطلع شنطتها الأوضة، وكان خايف ومرعوب جدا. وعم مينا بيقول لجمال إن الأوضة هي اللي طلبتها، وفجأة بيسمعوا صرخة حد، فبيجروا كلهم يشوفوا إيه اللي حصل. لقوا مديحة الهاوس كيبنج منهارة من العياط قدام الأوضة. ولما دخل جمال وعم مينا الأوضة وجمال دخل الحمام، اتفاجئ بالدكتورة شيرين مقتولة منتحرة في البانيو. وتاني يوم في مفاجأة كبيرة، جمال بيشوف شبح الدكتورة شيرين واقف في البلكونة وبتختفي مرة واحدة، وجوه الأوضة الكرسي الهزاز بيتهز لوحده، واللوحة اللي على الحيطة اتغيرت معالمها. وبعدها بكام يوم بنكتشف إن في جرح كبير في إيد جمال، ويقف جمال يفتكر سبب الجرح، ويفتكر إنه وهو صغير وقع من شباك شقتهم في الشارع ودخل المستشفى، وأمه بتقول إنه تملي بيحب يقرأ كتاب ويقعد على طرف الشباك. وبنشوف أبوه الفنان أحمد خالد صالح كان شكله ناشف مع ابنه جدا، وبان من نظراتهم إن في حاجة مخفية. وبدأ جمال يبكي، لكن فجأة بتظهر له شبح شيرين مرة تانية، وجمال اتخض جدا لكنها اختفت مرة واحدة. وبالليل بتيجي أسرة مكونة من أب وزوجته وطفلين، ولد وبنت، وخالتهم فاطمة، وطلبوا أوضتين، وكان من نصيبهم أوضة 205 و207. وفاطمة أخت مراته اللي كانت في 207 بنشوفها دخلت الأوضة وكان شكلها غريب. وبعدها خرج الولد يلعب بالكورة في الطرقة، فجأة بتظهر كورة تانية وطفل تاني، مع ان الفندق مفهوش اطفال خالص غير اكمل واخته. فجه منين الطفل ده؟ يعني مفيش اطفال تاني، وبداوا يلعبوا مع بعض. وبعدها جه اتصال لجمال من نزيل بيشتكي من دوشه الاطفال في الطرقه، فطلع جمال بسرعه يشوف الطفل التاني ده مين، وفعلا شافه بس اختفى في لحظه، وما شافش غير اكمل بس. وسالوا على الولد التاني لكن اكمل خاف وما ردش، وابوه بيتدخل وينهي الموضوع. وتاني يوم أسرة أكمل بتنزل البحر ما عدا هو وخالته، وهو حب يعمل مقلب في خالته لكنه شاف عندها اللي يخليه ما ينامش طول عمره. وخاف أكمل وجري، وشافه جمال بيعيط، فحاول هو وعم مينا يهدوه. وبدأ أكمل يحكي على اللي شافه عند خالته، وإنه شاف خالته قاعدة على الأرض في جو مرعب والشمع مالي المكان، وهي قاعدة في وسط دايرة من الشموع وبتقول كلام غريب ما كانش فاهمه، وأصوات بتخوف جامد. وفجأة بيظهر دخان كتير قوي وتكون على شكل شبح، وكان قصادها بالظبط، وإن الشبح بصله وأنا خفت جدا. وبعدها خدوا جمال وسلموا لأبوه اللي قال إن السبب في كده خالته المجنونة اللي بتقرأ كتب عن الجن والسحر كتير، وأكيد أكمل خاف من الحاجات ديت. وتاني جمال بيفتكر قسوة أبوه معاه وكراهيته ليه. وتاني يوم الصبح جمال حب يشوف إيه اللي بيحصل في غرفة 207، وقرر يطلع ويدخلها من البلكونة، وشاف عندها منظر ما كانش يخطر على باله خالص. شافها قاعدة على سرير وابو أكمل معاها، وعرف إنه بيخون مراته. بعدها بالليل جمال بيقابل فاطمة في الطرقة وبتقول له أنت إزاي تسمح لنفسك تراقبني؟ وجمال طبعا أنكر، بس هي أكدت له إنها شافته وهددته إنه لو قال حاجة هتقتله. بعدها أكمل بيطلع بره أوضته، وباب أوضة 207 بيتفتح لوحده وينده على أكمل، وهو اتخض واترعب جدا. وجمال بيشوف ابوه وهو نايم، وابوه بيقول له انت السبب في كل اللي حصل يا جمال وكل اللي هيحصل، وانا كنت عايز اتخلص منك بس للاسف ما عرفتش. وفجأة بيصحى جمال على صوت ام اكمل بتصرخ ان ابنها مش موجود وتايه، ويروح لهم جمال بسرعة. وعم مينا بيقول مفيش غير الشط ندور فيه. جروا كلهم وطلعوا على الشط، بس جمال طلع على اوضة 207 سر كل حاجة بتحصل. وبنشوف اللوحة عليها صورة الشبح مع خالة أكمل زي ما قال أكمل بالظبط، معنى كده إن كلام أكمل حقيقي. وفجأة بيظهر الولد التاني اللي شافه جمال ومشي معاها علشان يدله على مكان أكمل. وجي مشهد لأبو أكمل مع أخت مراته وهم بيدوروا على أكمل، وكانوا في حالة مش طبيعية. المهم جمال وصل لمخزن قديم لقى أكمل على الأرض ميت، وفجأة حد بيضرب جمال على دماغه. في
في نفس الوقت ده امه بتشوف الكوتشي بتاع اكمل على الشط، وبيفوق جمال، وهنا بيشوف خالد اكمل وابوه اللي كان واقف متخشب، وبتقول له كل الناس عايزه تعرف الحقيقه لكن محدش مستعد يدفع ثمن الحقيقه ديت. وبتقول له اكمل عرف الحقيقه وده كان جزاؤه، واللي حصل له ده تمن معرفته للحقيقه، وابوه هو اللي قتله، ولو عايز تعرف باقي الحقيقه هتدفع الثمن يا جمال. وهي قررت تنتقم من اختها لانها كانت اجمل منها، وكل العرسان كانت عايزاها هي ومحدش بيقرب لي، وبقيت عانس. فلما دخلت الأوضة خلتني عروسة، لكن في نفس الوقت كانت عايزة حقها. فعرف جمال إن الأوضة الملعونة ديت هي السبب، وجمال قال لها هبلغ عنكم وهتتحبسوا، وهي بسرعة جابت بنزين وولعت في الأوضة، وده كان تمن معرفة جمال الحقيقة. والمخزن كله ولع وجمال لوحده وسط النار، بس فجأة بيظهر له الطفل الغريب ويديله سكينة، وعرف جمال يقطع الحبل ويطلع بره المخزن ويرجع على الفندق، وكلهم كانوا موجودين. وجمال بيقول ان رأفت قتل اكمل، واتدخل مصطفى وقال ان اكمل رجع وان ابوه رأفت لقاه ورجع بيه. وعم مينا بيقول مش اكمل اللي مات يا جمال. وبنشوف اكمل بيبص لجمال بصه غريبه وهو بيضحك. بنعرف هنا ان ام اكمل هي اللي ماتت لما نزلت البحر تدور عليه، لكن جمال بيحكي اللي هو شافه، وان اكمل كان في المخزن وان الطفل ده مش اكمل. وهدده الخواجه صاحب الفندق انه لو قال اللي شافه للبوليس هيترفد من شغله. وخالة اكمل بتبص لجمال وهي بتضحك. وتاني يوم اكمل بيقول لجمال انت السبب يا جمال، انت السبب في كل اللي حصل وكل اللي هيحصل. فطلع ليه جمال هو السبب؟ هو جمال ماله بالظبط؟ وايه سر ولغز جمال؟ يلا نكمل يمكن نعرف السر. وبعدها بنشوف جمال وهو بيفتكر ابوه اللي كان شايله على ايديه ويرميه من الشباك علشان يصلح الغلط اللي احنا مش عارفينه لحد دلوقتي. لكن جمال عاش وما ماتش، وانه بيندم انه ما حاولش يقتل جمال تاني. وبنرجع نشوف شيرين الشبح من تاني وصورة جمال وهو صغير على الشباك، وفجأة بتختفي شيرين. اليوم اللي بعده بنشوف سارة رايحة على الفندق وهي موظفة جديدة في الاستقبال. أصل المشرحة ناقصة قتلة، وبتظهر سارة عند الاستقبال علشان تتعرف على جمال، والظاهر كده إنها بدأت تحرك مشاعر جمال، وشكلنا كده هنشوف قصة حب جديدة، بس يا رب تكمل على خير. وتاني يوم وهم واقفين على الاستقبال جه تليفون لجمال من شيرين بتقول له اطلع لي عايزاك. فجمال اتلخبط وشكله اتغير وساب سارة وطلع على أوضة 207 وهو مرعوب، والباب اتفتح لوحده. ودخل جمال وقابل شيرين اللي بدأت تلعبه وبتختفي وتظهر، ومرة واحدة بتقول له اجهز اللي جاي يا جمال ودور على التفاصيل وجمعها، هتفهم وتوصل للحقيقة، وإن المرة ديت لغز من الألغاز الصعبة قوي ولازم تحله يا جمال. والغريب إن شيرين كانت لابسة طرحة عروسة، وهو اتعصب عليها قوي لما جابت سيرة سارة. وبعدها حبت هدى الهاوس كيبنج تدخل اللعبة، ودخلت غرفة 207 لوحدها، والفضول كان هيموتها علشان تعرف سر الأوضة. ودخلت أوضة النوم ويقع خاتم منها على الأرض تحت السرير، وبتنزل تجيبه لكنها اتسحبت ودخلت مكان مظلم. وفي نفس الوقت سارة بتقول لجمال إن أوضة 207 محجوزة لعريس وعروسة المفروض يجوا دلوقتي. وجمال افتكر نفسه وهو واقف مع شيرين وهي بطرحة العروسة. المهم فعلا دخل عليهم العريس والعروسة اللي كانت مغطية وشها وسأل على الحجز بتاعه في أوضة 207. ولما حاول جمال يديله أوضة تانية رفض بشدة وزعق لهم مصمم على أوضة 207، وسلموا جمال مفتاح الأوضة وهو مرعوب. وكلهم كانوا واقفين خايفين من اللي جاي، بس سارة ما كانتش فاهمة موقف جمال وليه هو كان رافض يديله أوضة 207. ما هي طبعا لسه جديدة ما تعرفش أي حاجة، بس هي فهمت إن في حاجة هم مخبيينها، خصوصا كمان لما مصطفى ندى على جمال وجمال طلب من سارة إنها تروح بيتها. ولما راح جمال لمصطفى طلعوا طرقة أوضة 207 واتفاجئوا بوجود بقع دم موجودة على الأرض ومتجهة ناحية أوضة 207. وجوه الأوضة بنشوف العريس واقف لوحده، وفي صوت بيندهله بيقول له يا حبيبي وحشتني، وهو كان فرحان جدا. وتاني يوم العريس طلب غريب جدا من جمال، وهو ان يجيب له لوح تلج، بس جمال ما كانش فاهم هو عايز التلج ده ليه. بالصدفه ساره تشوف في مكتب عم مينا ملف الغرفه 207، فقررت تاخده وتشوف حكايه الاوضه دي ايه. ومن كتر التعب جمال نام وهو قاعد، فشاف نفسه جوه اوضه في مستشفى، وبتظهر ايد ميت من على السرير، وكمان تظهر شيرين من وراه وعامله فيها دكتوره، وبتقول له الحاله كانت متاخره وعملنا اللي علينا. وبتساله انت حليت اللغز يا جمال ولا لسه؟ واختفت شيرين على كده. وجمال راح يشوف مين اللي على السرير، ويطلع اللي موجود على السرير العريس، ويقوم جمال من نومه مخضوض. تاني يوم ينزل العريس لجمال بسرعه وبيطلب تلج كتير، وكان مستعجل جدا
وبعد ما ساره عرفت اللي بيحصل في اوضه 207، قعدت هي وجمال وعم مينا وقالت ان العريس محمد الصايغ ده مش اول مره يطلب الاوضه 207 بالذات، لانه بيجي فيها كل سنه وفي نفس الميعاد، وكل مره معاه عروسه جديده. يعني دي رابع سنه ورا بعض يتجوز فيها في نفس الميعاد ويجي نفس الاوضه، وان في سر ولغز غريب ورا الحكايه ديت. طب فين مراتته اللي فاتوا وراحوا فين؟ والعروسه المره دي كانت مغطيه وشها وما اتكلمتش خالص، كانها كانت خايفه من حاجه او انها بتحاول تداري على حاجه. وعم مينا قال لها مالكيش دعوه بالحكايه ديت يا ساره، وما تتكلميش عن الاوضه دي تاني. وبعدها بنشوف محمد الصايغ في حاله غريبه وبيخرج من الفندق مستعجل جدا. هنا قررت ساره انها تطلع على اوضه 207 وتخبط عليها، وترد عليها العروسه وقالت لها ما اقدرش افتح الباب، ومحمد واقف وراكي دلوقتي. وفعلا محمد كان واقف وراها، وبيجري مصطفى وجمال علشان يلحقوا ساره من محمد الصايغ، وكان بيزعق لها ويشتمها وكان هيضربها كمان، لولا ان جمال اتدخل في الوقت المناسب. راح محمد الصايغ ضرب جمال هو كمان. وبعدها الخواجه صاحب الفندق بيعتذر لمحمد الصايغ، وساره اعتذرت لجمال على اللي حصل له بسببها، وقال لها ولا يهمك يا قمر، بس اهم حاجه مالكيش دعوه بالاوضه دي خالص، ولا عندي مشوار كده على السريع هعمله وجاي على طول. بعدها مي الغندوري اللي هي مرات محمد الصايغ بتتصل بساره بتقول لها اطلعي لي عايزه اشوفك، وقالت ان محمد مش موجود دلوقتي ولازم اشوفك ضروري لاني خايفه جدا. وجمال راح يسال على مها الغندوري، واكتشف من الدكتور بتاعها انها انتحرت، والدكتور قال ان محمد كان متجوز واحده اسمها نرمين، كان بيحبها جدا، بس بعد الجواز نرمين جالها المرض الوحش وهو كان ملازمها في المستشفى على طول وماتت نرمين. ومحمد بعد عنهم كلهم واختفى مره واحده، وبعد كده ظهر مره تانية مع مراته مها. بس جمال بدأ يجمع كل التفاصيل ديت جنب بعض وبدأ يحل اللغز، ومشي راح على الفندق، وجاله تليفون من شيرين بتقول له اتأخرت قوي يا جمال، فبسرعة خد المفاتيح وطلع على أوضة 207. طلعت له واحدة ست شكلها غريب بتقول له انت مين؟ وسارة مين؟ انا عايز محمد. لكن جمال بيشوف شنطة كبيرة، والست ديت بدأت تنهار وبتقول ان محمد كان لازم يعمل كده. وفجأة الست دي تتحول لشيرين وبتسأله إذا كان قدر يحل اللغز ولا لسه، وسابها جمال وجري بيدور على سارة، وسمع صوت سارة ومحمد كان ماسكها من شعرها، فلحقهم جمال وقال أنا خلاص حليت اللغز. في نفس الوقت مصطفى وعم مينا دخلوا أوضة 207 واكتشفوا وجود جثة في البانيو اللي كان غرقان بالدم والتلج. ونرجع لجمال اللي بدأ يحل اللغز في كام نقطة. أول حاجة سؤال الواحد ممكن يعمل إيه علشان اللي بنحبه. ونرمين دخلت معاها الأوضة، وبعدها بسنة في نفس الميعاد جه الفندق تاني في نفس الأوضة برضه، بس المرة دي مع مراتك الجديدة. والنقطة التانية السؤال ليه كل سنة بتيجي الأوتيل في نفس الليلة ونفس الساعة وتختار نفس الأوضة اللي كنت مع نرمين فيها أول مرة؟ فقال محمد علشان نبقى مع بعض. ورد جمال إن هو ده العرض اللي عرضته عليك الأوضة، إنها ترجع له نرمين مرة في السنة بشرط تنفذ اللي الأوضة عايزاه، علشان كده كل سنة كنت بتتجوز وبتقتل اللي بتجوزها وتجيبها معاك الأوضة. لكن المرة دي مهما ما كانتش معاك، الأوضة هي اللي خلتنا نتخيل إنها كانت معاك، لكن الحقيقة أنت كنت لوحدك، وأنت قتلتها وحاططها في الشنطة اللي كانت بتنقط دم لحد باب الأوضة، وعلشان كده كنت بتطلب تلج كل شوية. ومحمد بدأ ينهار ويسيب سارة، وقال إنه عمل كده علشان يفضل هو ونرمين مع بعض، وفضل يعيط جامد. وأخيرا جت الشرطة وقبضت على محمد، والإسعاف طلعت بالجثة. وتاني يوم جمال وسارة كانوا قاعدين مع بعض، وهي بتقول له أنت دخلت الأوضة كتير بس جايز لسه الدور ما جاش عليك يا جمال، يعني الأوضة ندهتك بس لسه ما جاش دورك. فجمال بدأ يقلق جامد، بس قالت له في حاجة تانية حصلت امبارح وانت ما تعرفهاش، وهي ان محمد انتحر داخل الحجز، وتاني الأوضة بتنور وتطفي لوحدها والكرسي بيتحرك لوحده. وبنشوف جمال وهو بيفتكر اللقاء مع شيرين اللي كانت بتقول له مهما عملت مش هتقدر تنقذ سارة، ومهما حاولت سارة مش هتخرج من هنا عايشة. وبنشوف هدى ماشية في الشارع وبتدخل محطة القطر ورمت نفسها قدام القطر علشان تموت منتحرة هي كمان. وبكده يكون الجزء الأول خلص، بس خلوا بالكم الخوف لسه بيبدأ. جمال اكتشف ان سارة هي كمان وراها سر كبير، والغرفة بدأت تستخدم السر ده علشان تسيطر عليهم هما الاتنين. يا ترى ايه اللي مستني جمال في الحلقات الجاية، ومن هي فاتن الحقيقية؟ لو الفيديو ده عجبكم وعايزني انزل الجزء الثاني، وصلوا الفيديو ده ل 500 لايك، واكتبوا في التعليقات عايزين الجزء الثاني يا حوت. وكان معاكم حوت الافلام، ونتقابل في الغرفة الجاية لو عرفتوا تخرجوا.